يا مساء الفل. ايوه انا اللي حطيت البتنجان في الخلاط. جربي كده حطي البتنجان معايا في الخلاط وشوفي النتيجه مبهره. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا كده لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يلا قومي حطي لايك. اللايك ده فعلا بيشجعنا كتير. سيبي لي كومنت حلو زيك وتعالوا نبدا هنشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا جبت معايا بتنجان اللي هو الكوبي ده او المكبب وقطعته ترانشات ما تكونش سميكة قوي يعني متوسطة. وبعدين نقعته في مية وملح شوية كده بس لمدة ربع ساعة ولا حاجة. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. جبت كده كوباية من الدقيق، حطيت عليها معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكركم، وبس مش اكتر من كده من البهارات. وبعدين هبتدي انزل عليها بالمية. هقلب كده المكونات الجافة مع بعضها وهبتدي انزل بمية. اللي انا بعمله ده ينفع قوي تحطيه في الخلاط، وهنا عشان كده انا قلت لكم ان احنا هنستخدم الخلاط. اللي انا بعمله كده انا دلوقتي استخدمت المضرب اليدوي عادي خالص. انا قلت عشان خاطر الموضوع يبقى سهل لو انت مش حابه تستخدمي الخلاط. اما لو عادي بالنسبه لك حطي كل المكونات دي في الخلاط واضربيها كلها مع بعض. تمام كده. عايزه يا جماعه قوام العجينه، بعمل عجينه سايله تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انا بوريكم كده بالمعلقه كنت بوريكم ان ده القوام اللي انا عايزاه. تمام. بصوا اللون بتاعها رهيب ازاي. طيب هنا جبت مقلايه كده او طاسه فيها زيت. شويه زيت كده حلوين يعني غزير. وتعالوا بينا هسيب الزيت هنا لغايه ما يسخن خالص معايا. لو لسه مكمله معايا لغايه دلوقتي من فضلك حطي لايك كتير علشان كمان زي ما قلت لكم ان اللايك بيشجعنا كتير. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. بصوا جبت كده البتنجانه وبعد ما صفيناه طبعا من الميه بدات انزل بيها في العجينه السايله زي ما انتم شايفين، وبشتغل بايدي وعادي خالص او بالماسك او باي من كان يعني. بنزل فيها كده بغطسها في العجينه السايله بتاعتي. اصلا لون العجينه يا جماعه بصوا بسم الله ما شاء الله عليها رهيبه حلوه جدا، يعني تفتح النفس كده اصلا. وبعد كده ببتدي اصفيها كده يعني ينزل منها الزياده اللي فيها، وابتدي انزل بيها في الزيت السخن الغزير اللي انتوا شايفينه ده. طب الخطوه دي مهمه في ايه؟ حد يقول لي انا يعني بقطع البتنجان وبقليه وده بالنسبه لي سهل جدا. هقول لك الخطوه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بتخلي البتنجان معاكي ما يشربش زيت خالص. حلو جدا. بصوا الشكل واللون والله تمام وحلو جدا، ولا اروع ولا احلى من كده. حتى كمان يعني مش هقولك لو انت بتعمليه لنفسك في البيت، حتى لو عندك عزومه او ضيوف جايين لك وحطيتيه كده كصنف مقبلات جنب الاكل، شكله حلو جدا وطعمه بيبقى حلو جدا وبيبقى فيه سنه قرمشه وبيبقى كمان مش شارب زيت، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا. الزيت غالي طبعا، فالخطوة دي يا جماعة بتخليه ما يشربش زيت. احنا على قد ما بنقدر يعني بنحاول نعمل وصفات توفر علينا شوية وفي نفس الوقت مش توفر ونبقى بناكل حاجة يعني مش جاية معانا او ملهاش طعم او ايا كان. لا بنحاول نوفر وفي نفس الوقت نبقى عملنا وصفة حلوة جميلة برضو بتفتح نفسنا وبتفتح نفس الاولاد. زي ما انتم شايفين كده. اصلا عايز اقول لكم الاولاد بقى اللي عندهم انيميا وما بياكلوش البتنجان، جربوا اعملوا لهم كده. قطعيه ارفع شويه هيبقى عامل شبه الشيبسي لانه بياخد سنه قرمشه وبيطلع خطير. بصوا المنظر والله عظيم ثلاثة وهمي. النتيجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما قلت لكم اضربيه كله في الخلاط وانزلي بالبتنجان واقليه وحاجه ولا اروع ولا اسهل من كده. زي ما انتم شايفين مش شارب ولا نقطه زيت. حقيقي جربوا الوصفه دي، انا من ساعه ما جربتها وعجبتني جدا وحبيت ان انا اشاركها معاكم. وبألف هنا وشفا.